وطبعا الله يكون في عون احمد مسعود، شايفينه يعني في ملعب المباراه دلوقتي منهار بعد الماتش، ان هو طبعا الخطأ اللي حصل يعني يتحمله مباراه وبطوله راحت على النادي المصري، لكن هي دي كره القدم، ما هو دايما اي فريق بيكسب باخطاء الفريق الاخر. مبروك للاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. اعتقد دي اول بطوله في كره القدم في عهد الكابتن محمود الخطيب بعد ما بقى رئيس النادي الاهلي. هارد للمصري، عمل جيم كويس في حدود امكانياته، قفل الملعب كويس، دافع كويس، ولكن الخساره كانت بخطأ فادح لاحمد مسعود اللي احنا شايفينه دلوقتي قدامنا بيبكي ومنهار داخل ارض الملعب، ملعب هزاع بن زايد. مبروك يا كابتن بلال، الله يبارك فيك يا كابتن كريم، فوز النادي الاهلي. وبعدين هقول لشوقي مبروك وهارد لك، ان هو انا عارف نصه اهلاوي ونصه مصراوي بورسعيداوي. طبعا بطوله طبعا. كابتن سامي مالوش في الموضوع يعني، بنتفرج انا وهو مالناش علاقه بالقصه. طبعا بطوله للنادي الاهلي، طبعا بطوله في ظل وجود طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، دي اول بطوله ليه هو موجود النهارده كرئيس بعثه في النادي الاهلي. طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي الفوز، وبطوله تعد وتضاف لبطولات النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي يمكن عايز اقول لك في كل النهايات اللي قابلها مع المصري هو كسب، يعني في كل النهايات اللي النادي الاهلي تقابل فيها مع المصري، النادي الاهلي كان هو له الغلبه او كان له هو الاغلبيه في ان هو يكسب يعني. ودي يمكن البطوله الثامنه تقريبا قدام المصري البورسعيدي، او ده النهائي الثامن قدام المصري البورسعيدي اللي بيقدر يكسبه النادي الاهلي. لكن الاهلي كان احق النهارده بالمباراه، النادي الاهلي احق بالفوز، لاعب افضل، استحواذ اكتر، فرص النادي الاهلي افضل. المصري يمكن ما اضاعش ولا فرصه حقيقيه على المرمى. اداره كمان كابتن حسام حسن للمباراه عايز يخرج بالمباراه اللي بره للتعادل، عايز يروح، لا هو عايز يروح لركلات الترجيح. وانت بتلاعب فريق زي النادي الاهلي في اي وقت وارد انه يسجل هدف حتى وان كانت مش غلطه. يمكن مؤمن زكريا ضيع، عبد الله السعيد ضيع، وليد ازارو برضه اضاع اكتر من هدف. النادي الاهلي خبراته تقدر تخليه في اي وقت ان هو يكسب المباراه. فالنهارده عشان تلعب النادي الاهلي بالشكل الدفاعي ده من غير ما يكون عندك رد فعل هجومي، اولا صعب زي ما قال سامي، هترق لاعبيك بشكل كبير جدا. الاداء الهجومي بتاعهم هيبقى يكاد يكون منعدم زي ما شفنا الشوط الثاني والثالث والشوط الرابع، او الشوط الاضافي الاول والشوط الاضافي الثاني. لا تواجد للمصري على الاطلاق في منطقه جزاء النادي الاهلي، كلها كرات طويله، مدافعين النادي الاهلي مرتاحين، مفيش اي مشكله. الضغط كله على لعيبه نادي المصري، لعيبه النادي المصري في نص ملعب مجهود غير عادي، لانك انت اللعيبه دي كلها بتدافع وعايزه تهاجم، عايزه ترتد لل 18 بتاعه ويطلع لل 18 بتاع النادي الاهلي، فده مجهود كبير جدا يبذله لعيبه نادي المصري. فالنادي الاهلي طبعا النادي الاهلي افوق بكتير جدا، النادي الاهلي قدم مباراه جيده، كان ممكن يكسب باكتر النهارده من هدف لو الفرص اللي اتيحت للنادي الاهلي قدر يسجلها. شوقي رايك ايه في المباراه وفوز الاهلي النهارده وبطوله رقم 10؟ انا شايف طبعا يعني روح رياضيه عاليه جدا في الملعب. بعد المباراه كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي راح لاحمد مسعود ويعني بيحاول يهديه، طبعا ان هو زعلان جدا ان هو تسبب في هدف الفوز للنادي الاهلي. ودلوقتي شايفين في الملعب كابتن حسام حسن والجهاز الفني النادي المصري بيهني النادي الاهلي ولاعيبته بالفوز بالسوبر المصري. والله طبعا مبروك للنادي الاهلي وجمهوره ورئيسه واعضاء مجلس اداره، اول بطوله ليهم في وجودهم دلوقتي. طبعا كريم احنا قلنا قبل اللقاء ان اللي هيكسب طبعا مبروك ليه واللي هيخسر هارد لك، وده اللي شايفينه بعد الماتش، كل الناس بتسلم على بعض والمباراه خلصت. شايف منظر حلو قوي كمان دلوقتي، يعني عاملين ستيتش كده عشان يسلموا كاس السوبر وميداليات للفريقين. كابتن محمود الخطيب واقف جنب الاستاذ سمير حلبيه رئيس النادي الاهلي جنب رئيس النادي المصري، في حضور طبعا مسؤولين الاتحاد الاماراتي لكره القدم، مهندس هاني بريده رئيس الاتحاد المصري. منظر حلو خلاص ينسينا كل الاحداث السيئه اللي احنا مرينا بيها قبل كده. تاكيدا على اللي انت بتقوله يا كريم، المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا طبعا الناس مش شايفاه اللي بتسمعنا، ان الكوره موضوع تاني خالص، مختلف خالص عن بره اي حاجه. برجع اقول طبعا مبروك للنادي الاهلي وجمهوره، وهارد لك للنادي المصري وبورسعيد كلها. مش هتكلم كلام كتير عن بلال اللي قاله، ولكن انا شايف برضو النادي الاهلي عنده ناس النهارده هو كان افضل، ولكن انا شايف النادي الاهلي هو اللي ودى المباراه للاخر. كابتن حسام عمل جيم كبير جدا، كابتن حسام حسن عمل جيم كبير جدا، حسام بدري، ولكن انا شايف النادي الاهلي هو اللي تعب نفسه اكتر. لعب 120 دقيقه، كان ممكن تحصل تدخلات جوه الملعب وتحركات جوه الملعب تسهل الامور اكتر من كده، لان طريقه كابتن حسام حسن النهارده
طريقه صعبه، طريقه مش اي حد يعملها، انك الشيفت اللي بتعمله بين ان انت تدافع كويس وتعمل مان تو مان في نص ملعبك، وان انت تغير تعمل تغييره تقدر تهاجم بيها، ده صعب جدا على لعيبه مصر. وبنشوف اوقات كتير مع منتخب مصر، فبالك منتخب مصر المفروض احسن لعيبه عندنا، بيحصل اوقات كتير في مبارياتنا ما بنشوفش الحته دي، فساعات بنعاتب كوبر ان الفرقه الثانيه مستحوذه واحنا بنلعب على طريقه واحده. فاحنا شفنا النهارده حاجه قريبه جدا لطريقتنا مع منتخب مصر، ان انت مش هتقدر تدافع مان تو مان في نص ملعبك طريقه المصري. لا اللعب بطريقته الطبيعيه طبيعيه، ولكن انا بقول لك النادي الاهلي مع احترامي طبعا كابتن حسام ومبروك ليه وكل حاجه، ولكن هو اللي ودى المباراه ل 120 دقيقه. كان في تحركات كتير جدا كان ممكن تحصل جوه الملعب، كان ممكن تغييرات تحصل كتير جدا. انت عندك النادي المصري ما بيروحش صح.